يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح التفاؤل وصباح النشاط. كل سنة وانتم طيبين. مدارس وصحيان بدري بقى وهنقعد حيرة كل يوم هعمل لولادي ايه في اللانش بوكس. بجد انا محتاره يا بنات، وزي اي مامز بقعد افكر انا عايزه حاجه تنجزني، لاني طبعا انا ساعات بصحى متاخر وما بلحقش اعمل سندوتشات. فعملت لكم بقى الفكره التحفه دي، هي سندوتشات. وعايزه اقول لكم من احلى المعجونات اللي هتاكلوها، مخبوزات حلوه جدا سهله وبسيطه، مقاديرها بسيطه جدا مش مكلفه خالص. واحلى حاجه ان هي ولادك هيحبوها وانت كمان هتحبيها. هتفطري بيها، ولادك هيفطروا بيها، هتبقى سناكس وهم مثلا بيذاكروا. عايزه اقول لكم تنفع في اي حاجه. عندك عيد ميلاد واعمليها لاولادك وفرحي ولادك، ضيف جالك على فجأة ومش عارفه تقدمي له ايه مع كوبايه الشاي، الفطاير دي هتنفع. انا مسميها فطاير، مسميها باتيه، ليها افكار كتيره جدا، ليها اسامي كتير جدا. عايزه اقول لكم بقى تحفه تحفه تحفه. النهارده كمان يوم جديد جدا. هتقولي لي ايه يا فاتن؟ هقول لك سيبنا الكيتشن خالص، طلعنا بره المطبخ وصورت في البلكونه، قلت بقى اخد طاقه ايجابيه وصباح الفل عليكم كده والنشاط، ونقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا فاتن ودي قناتي، ما تنسيش بقى روحي بسرعه اشتركي في القناه ولو اول مره تشوفيني، ولو عندي منوراني اوعي اوعي تنسي الكومنت اللي بيشجعني عشان انزل لكم فيديوهات تفيدكم ان شاء الله. اول حاجه يا بنات، زي ما قلت لكم العجينه دي مقاديرها بسيطه جدا وسهله جدا، ودي اي حد يقدر يخش يعملها. ما تخافيش تقولي انا ماليش في المعجنات يا فاتن، لا خشي اعملي الفطاير دي او الباتيه ده، سهل جدا مش هياخد وقت خالص. عندي كوبايه لبن دافيه، لازم تكون دافيه ما تكونش سخنه قوي عشان ما تفسدش الخميره بتاعتنا. تمام، عليها ربع كوبايه من الزيت. شايفين المقادير بسيطه جدا. طيب انا عايزه اجود شويه يا فاتن، حطي سمنه بلدي، حطي سمنه زبده، براحتك. بس انا بقول لكم المقادير اللي هي ما تكلفكيش. عندي معلقتين سكر كبار ومعلقتين خميره كبار. تمام كده اهو، مقادير بسيطه جدا واظن عندكم في المطبخ. هقلب بقى الخميره مع السكر مع الزيت مع اللبن، قلبيهم كده بالمضرب اليدوي لحد ما كل المكونات تختلط ببعض والسكر يدوب جدا. تمام، مفيش اسهل من كده يا بنات، سهله جدا. طيب تقدري تستغني عن كوباية اللبن، وتقدري تحطي كوباية مية عادية جدا من الحنفية، بس أنا طبعا عايزاها بقيمة يعني عايزين الولاد ياخدوا حاجة مفيدة، فحطيت فيها لبن عشان تبقى ايه مفيدة للولاد. هعمل هنا محسن اللي هو محسن طبيعي، عشان أنا عايزة العجينة بتاعتي تبقى طرية وهشة عاملة زي القطن كده. هعمل ايه؟ هحط هنا معلقتين بالظبط من الدقيق، واهم حاجه هكون نخلاهم كويس قوي، معلقتين من الدقيق. ده اسمه محسن طبيعي للعجينه. طبعا في محسنات بتشتروها من بره، بس انا عملت لكم المحسن اللي في البيت. هقلب بقى كل ده كده مع بعض لحد ما العجين يختفي خالص. وزي ما انتم شايفين كده بقلب بالمضرب، سهل جدا الموضوع اهو، بسيط ما فيهوش اي افتكاسات، هيخليكي تشجعي وتخشي تعمليها. بعد ما قلبت كويس قوي، عندي بقى فوطة مطبخ، عندي كيس مخدة، اي حاجة عندك تكوني بتستخدميها للمطبخ للحاجات المعجنات زي دي، غطيها بقى كده وسيبيها لمدة 10 دقايق. اسيبها بس لمدة 10 دقايق لحد ما تشتغل معايا الخميرة. بعد 10 دقايق تعالوا بقى نشوف شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله خمرت والخميرة عندي شغالة وزي الفل. هجيب هنا بقى 4 كوبايات من الدقيق. طبعا انا العجينه دي بعملها دايما في المدارس غير المدارس، فانا عارفه المعيار بتاعها بالعين والايد حفظته. 4 كوبايات بالظبط من الدقيق. تمام، هنزل كده ب4 كوبايات دقيق وهنخلهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. هحط رشه ملح وربع معلقه من البيكنج باودر. تمام، وعندي هنا نص كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه جدا. هنزل بيها تدريجيا، هنزل بيها تدريجيا. ممكن اعوز ميه تاني وممكن ما اعوز خالص على حسب نوع الدقيق. النوع دي بياخد سوائل، النوع دي ما بياخدش. طيب تقدري تستغني عن الميه دي وتحطي بدلها لبن، بس انا حاولت اعملها لكم اقتصاديه. هسيبها بقى تخمر كمان 10 دقايق او ربع ساعه، طبعا عشان انا بصور في البلكونه فكان الجو حر والشمس. وخمرت ما شاء الله بعد 10 دقايق بقت معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، خمرت ما شاء الله. هنزل بقى كده وهبتدي معاكم بقى نشكلها الاشكال اللي انا وريتها لكم في الاول. بصوا ما بتاخدش وقت خالص وسهله جدا جدا جدا. طيب هبدأ بقى هنا اقسم عندي العجينه ل3 كور، 3 كور. انا هعمل 3 حشوات مختلفه او 3 افكار. طبعا انت اختاري اللي يناسبك واختاري، انا بقولك الافكار
وانت اختاري اللي يناسبك واللي ولادك بيحبوه. هقطع كده العجينه، عندك ميزان قسميها قد بعض، بس انا زي ما قلت لكم انا ايدي عيني وميزاني، انا ماشيه بالمبدأ ده. طبعا كل الامهات ما شاء الله علينا شاطرين في الحته دي، بخبره يعني، ان احنا بنقف في المطبخ على طول، فالواحد بيبقى ما شاء الله يعني عارف يظبط الدنيا. قسمت العجينه بتاعتي للثلاث كور، وهبتدي اخد اول كوره وارش كده رشه من الدقيق خفيفه جدا، ورشه من الدقيق من فوق ومن تحت، وابتدي افردها بالنشابه بتاعتي اهو بالشكل ده. انا عايزه السمك مش تخين خالص، عايزه السمك ايه متوسط، لا هو تخين ولا هو رفيع قوي. هبتدي اعملها كده على شكل مدور، وحاولي كده تظبطي الشكل عشان تطلع معاكي الشكل مظبوط. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا، والتشكيل بتاعه كمان ما شاء الله. الفكرة دي كمان او الفطاير دي احلى حاجة فيها، ما بتاخدش وقت خالص في التشكيل. بس عايزه اقول لكم هي تجربه البلكونه دي بقى، عايزه اقول لكم رايي، يعني قولوا رايكم في الكومنتات، اصور لكم في البلكونه. بس الحمد لله الجو هو باين لكم شمس، بس الجو ما كانش حر، بالعكس الجو كان هوا جدا، ويعني الحمد لله مشي اليوم معايا. بعد كده ما فردت كويس قوي، هبتدي بقى اجيب زبده سايحه كده، وهبتدي ادهن العجينه بتاعتي بالزبده كده. عايزه اقول لك الزبده دي اختياري، تقدري تستغني عنها المرحله دي، بس انا بحب احط زبده، بتخلي العجينه معايا مورقه جدا وطعمها حلو قوي، غنيه، وبتدي طعم حلو قوي الزبده للعجينه بعد ما بتستوي، او الفطاير بتاعتي بعد ما بتستوي. اي نوع جبنه بتاعك بقى هاتيه، جبنه اسطنبولي، جبنه فيتا، جبنه تلاجة، براحتك خالص. انا جبت الجبنه كده، وهبتدي احطها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. قللي كتري حسب انتي ولادك بيحبوا ايه. انا ولادي بيحبوا الجبنه في الحاجه كتيره، فانا بظبطها على حسب ولادي بيحبوها ايه. شويه بقى ايه، حبه البركه، طبعا كلنا عارفين فوائد حبه البركه، وانا ولادي بدل حطيتها في الجبنه ما بيتكلموش بياكلوها، بتبقى حلوه قوي. ممكن تحطي رشه زيت زيتون كده خفيفه جدا، برضو بتبقى مفيده جدا للعظم وللولاد وحلوه قوي. تحطي الحشوه كويس قوي، ابتدي اقفليها كويس قوي ولفيها كده زي الساندوتش. اهم حاجه التقفيل، قفلي كويس قوي عشان الحشوه ما تطلعش من الفطاير بتاعتك او الباتيه، زي ما قلت لك سموها زي ما تسموها. هجيب بقى كده السكينه بتاعتي، وهنا عندي الصاج ده دهنته زيت، وهبتدي بقى اقطع العجينه بتاعتي او الفطاير بتاعتي على الحجم، حسب الحجم اللي انا عايزاه. انا بشيل الاطراف، لان الاطراف ولادي لو ما شلتهاش ما بياكلوهاش، يعني بيحب الحاجه بيبقى فيها حشوه، فانا شلت الاطراف لان ما فيهاش حشوه كتير، وهعملها تاني يعني مش هتترمي ولا اي حاجه. وهبتدي بقى اقطع الفطاير بتاعتي او الباتيه بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. قطعي بقى الحجم اللي انت بتفضليه. انا قطعته بالشكل ده اهو. شايفين بقى يا بنات بتتشكل معايا بكل سهوله، الافكار سهله جدا وحلوه قوي. هنا بقى تاني كوره خدتها معايا وفردتها، وادهنها بالزبده زي ما انتم شايفين برضو بالشكل ده. وزي ما قلت لكم ممكن تقدري تستغني عن مرحله الزبده دي لو شايفاها مكلفه بالنسبه لك، بس هي دهنه خفيفه ما بتكلفكيش كتير يعني، بس بتدي طعم حلو قوي للباتيه بتاعك. بصوا بقى عندي هنا احلى حاجه في الحشوه دي بقى، حطي اللي عندك في التلاجة. كان عندي كده ايه شويه لانشون، على تركي، على بسطرمه، على هوت دوج، قطعتهم كلهم، وانا بحط كده الميكس ده كله في الفريزر. ولما عاوز مثلا اعمل بيتزا ولا اعمل اي فطاير ولا حاجه، بطلعها تفك واقوم ايه عامله بيها الحشوه زي ما انتم شايفين. لان بيبقى في كده كام واحده تحسي كده ان هم هيبوظوا، بقوم حطاها في الفريزر ما بيجرالهمش اي حاجه. شايفين يعني الحشوه دي انا شايلاها في الفريزر. هبتدي بقى اقطع كده. حطي بقى الحشوات اللي انت عايزاها، تقدري تحطي شوكولاته، تقدري تحطي لانشون، تقدري تحطي اي حشوه براحتك جدا. ولادك بيحبوه هوت دوج، سوسيس، براحتكم. يعني دي افكار، وانتوا بقى اللي انتوا بتحبوه اعملوه، او اللي ولادك بيحبوها. ابتدي بقى كده اجيب الصاج وهرص كده السندوتشات بتاعتي زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لك بقى تقدري تعملي كميه وتشيليها حلوه جدا جدا. طبعا الحشوه انتوا بتحبوها قليله، قللي، بتحبوها كتيره زي ولادي كتري براحتكم. دي افكار، وانتي ومن الميزانيه بتاعتك، انا ما بديكيش حاجه معينه، تمام. عايزه اقول لك بقى، تعالي بقى اقول لك على كام فكره ممكن تقدري تعمليها بالعجينه دي لو انت مش عايزه تعملي سندوتشات دي او الباتيه ده، تمام. عندي هنا هجيب كوره صغيره كده، وابتدي افردها مدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحاولي تفرديها بشكل مدور يكون كويس، تمام. هجيب الزبده بتاعتي وهدهنها كده برضو. ده افكار انا قلت اديها لكم من نفس العجينه، تقدري تعملي كل حاجه، تمام. هبتدي بقى كده زي ما انتوا شايفين كده فردتها كويس قوي، وهجيب الزبده بتاعتي كده وهدهن كده العيش بتاعي او الساندوتش بتاعي
وهقسمه كده نصين، وهاجي كده اقسمه كده ربع، يبقى كده 3/4. عايزه اقول لكم هيبقى تحفه جدا بعد ما يستوي. طيب هنا برضك عندي الفكره التانية، هجيب برضك كده وهقسمه بالنص. انا مش عارفه الحته دي راحت فين، بس انا قسمت الساندوتش تاني بالنص، مش ربع زي ما شفتوا، بالنص بالظبط، ودهنته برضك زبده. عندي هنا بقى بيضايه وشويه معلقتين 3 من اللبن مع كيس فانيليا مع رشه آه قهوة سريعة الذوبان. هبتدي اقلب كل ده مع بعض، وهبتدي ادهن بيه الفطاير بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا يا فاتن بخاف من البيض، ما تقلقيش، الفانيليا او حطي سنه خل بتخلي مفيش ريحه بيض خالص بصراحه، لان انا كنت بروح اشتري من الافران المعجنات يا جماعه بلاقي ريحه بيض، فما برضاش اكلها ابدا. فما تقلقوش، مش هتلاقوا ريحه بيض خالص. عندي بقى هنا الجبنه بحط عليها حبه البركه، تقدري تحطي عليها رشه زيتون، تقدري تحطي عليها رشه جبنه موتزاريلا، بس انا بديكوا افكار بسيطه. طبعا السوسيس بقى واللانشون وكده الحشوه دي حطيت عليها سمسم عشان ابقى عارفه ده حشوه ايه وده حشوه ايه، وكمان يدي له شكل حلو. وتقدري تسيبيه كده من غير اي حاجه خالص، بس طبعا السمسم مفيد وحبه البركه، فحبيت كده ايه ازينها بالشكل ده. دخلتها بقى على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده 10 دقايق. طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وغطيتها لمده 5 دقايق. اول ما المعجنات تطلع يا بنات بالفوطه بتاعتك غطيها لمده 5 دقايق. عايزه اقول لكم بجد بقى شوفوا الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا كده كده نقرب الكاميرا ونشوف بقى ايه، تحفة. تقدري بقى تحشي الساندوتش ده لانشون او جبنة وتحطي تحت خيار او طماطم، حلو جدا. والفكرة دي ولادك هيحبوه برضو. الساندوتش اللي هو النص ده بقى حلو قوي. وبكده الفيديو النهاردة بتاعي كان بسيط وسهل، يا رب تكونوا استفدتوا بيه. ما تنسوش اكتبوا لي كومنت ودعوة حلوة من قلوبكم، واي حد عايز وصفة معينة اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا ليكوا يا بنات. النهارده بجد الفيديو ده حلو جدا. شيلي بقى المعجنات بتاعتك كده في اكياس وحطيها في الفريزر، وقبل ما تصحي الولاد طلعيها هتطلع معاكي احلى معجنات. مية بقى وشيليها في الفريزر تسهل عليكي فكرة انا هعمل ايه النهارده للولاد في اللانش بوكس، سهلة جدا. واعملي الحشوات اللي انتوا بتحبوها. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا ولو بفكرة بسيطة. ادعوا لي دعوة حلوة بقى، بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. لايك وشير وكومنت، ووصلي بقى الفيديو ده لعدد لايكات كتير، بحبكم جدا.